وهنا قاعدة يحتاجها الإنسان في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. اعلموا عباد الله أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب النواهي. ترك المأمور أعظم عند الله من ارتكاب النهي. إبليس أمره الله تبارك وتعالى، أمره بالسجود فأبى، وآدم عليه السلام نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة، فكانت عاقبة إبليس أن لعنه الله تبارك وتعالى وطرده من رحمته. وأما آدم عليه السلام تاب الله عليه، تاب فتاب الله عليه. فترك المأمور أعظم عند الله من ارتكاب النواهي، بمعنى تركك لصلة الأرحام، تركك لقراءة القرآن، تركك لبر الوالدين أعظم عند الله من شرب الخمر.